كنت بتكلم مع واحد صاحبي كده، فبنتناقش في قصه الكونفدراليه وبتاع، فقال لي يا صاحبي انا اسالك سؤال. انا اسالك سؤال، قلت له اسال. قال لي انا في الوقت الحالي ما عنديش امكانيات اروح دوري الابطال، ولو رحت دوري الابطال هطلع من دور المجموعات ولا من ربع النهائي بالكتير. لكن الخيار الافضل دلوقتي، قلت له الخيار يعني ايه الخيار؟ قال لي استنى، لا مش الخيار التاني، الخيار الافضل ان انا اروح الكونفدراليه وانافس عليها، ولا اخدها، ولا اوصل نهائي ولا قبل نهائي، ولا اطلع من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. الكارثه ان بدا يوصل لشريحه كبيره جدا من جمهور الزمالك ان الكونفدراليه حلوه. الكونفدراليه يا جماعه، كونفدراليه ايه يا جماعه؟ ده اسم بطوله اصلا. الكونفدراليه ده فوار يا جماعه، مش بطوله، ده اسم فوار. كونفدراليه ايه يا اخوانا؟ طب ما انا دلوقتي انا يعني بفقد فرصه المنافسه على المركز الثاني. دلوقتي انا الفرق بيني وبين الاهلي 4 بطولات، يعني الاهلي لو حتى اتخصم له في اخر الدوري 3 بونت هيبقى الفرق برضه نقطه ليه. ده اذا انا ما خسرتش ولا اتعادلت يعني تاني. ما ينفعش، ما ينفعش كده يا جماعه. يعني ايه يعني هنقضي بقى حياتنا في الكونفدراليه اسمها بيضايقني. اسم دي بطوله بيضايقني، انت متخيل؟ لا يا عم اروح دوري الابطال واخرج من ربع النهائي كل سنه، اخرج من المجموعات يا عم بس اتنافس مع الكبار. مش هروح اعمل فتوه على فرق المراكز الثالثه والرابعه في بطولاتهم. ما علينا. ولا والسنه دي برضه طالع من ربع النهائي قدام على ايد ستيلنبوش. كونفدراليه. الزمالك يتعادل مع المصري البورسعيدي سلبيا بعد مباراه يعني جبانه من جوزيه بيسيرو. قدرنا ان احنا نوصل للمرمى اكتر من مره بامكانيات فرديه لعبد الله السعيد على ناصر منسي اللي احرز النهارده هدف. هو اوف سايد، هي لمسه يد اقصد، يعني ما لا غبار عليها وما اقدرش اتكلم في حاجه، بس الجون ده خساره ما يتحسبش، خساره ما يتحسبش. ناصر منسي هداف الدوري بطلعه وبنزل الجزيري. طب ايه يعني التغيير ده؟ انا عايز افهمه، انا عايز افهم التغيير ده. الوحيد اللي عامل خطوره، والوحيد اللي مضايق دفاع المصري، والوحيد اللي يعني بيحارب هجوميا هو ناصر منسي. اخرجه. لا تعالى ناصر، تعالى انزل يا جزيري. هو انت حافظ مش فاهم يا ابني؟ وانت جاي تغير الطريقه وبتهاجم في الدقيقه 86، بتطلع الزناري في الدقيقه 86 وتنزل ايشو. الكلام اللي كان المفروض تعمله بين الشوطين يا جماعه. مين ده يا جماعه؟ يا جماعه ده لابس جاكيت دبل فيس في الحر، في الولعه اللي احنا فيها دي. يا جماعه ده مش حاسس كده الجو، اذا كان الجو حر ولا ساقعه اصلا. انت فاهم حاجه؟ واحد مش حاسس بالطقس هيحس بينا يا جماعه؟ ما احنا زهقنا. طيب لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والناس اللي بتعترض ان الجون اتلغى، ما هو مش جون، رغم عظمه الجون هو مش جون. كل التحيه والاحترام لمحمد شحاته ولصلاح مصدق ولحسام عبد المجيد والناصر منسي والعبد الله السعيد. كل التحيه ليكم، كل التحيه ليكم. انا ما بقتش عارف الموقف شكله عامل ازاي، او احنا رايحين على فين بالاداء ده او بالمستوى ده. ما اقدرش اقول لك حاجه. يعني انا ما اقدرش حتى اقول لك ان شاء الله باذن الله الماتشات الجايه يبقى في تحسن. منين؟ انا قايم على 4 5 لعيبه ومدير فني بيألف، وكابتن ايمن عبد العزيز واقف على الخط بيزعق 10% تكتيك، الكره 10% تكتيك بالكتير قوي. فانا هنتظر ايه او هبص لايه اصلا؟ كنت بتكلم في ان لو كسبت والاهلي اتخصم منه ال3 نقاط اللي في الاخر بقيت انا اعلى من الاهلي. دلوقتي حتى لو ال3 نقط اتخصموا انا بعيد عن الاهلي، لاني هتعادل تاني او هخسر تاني وهفكرك. انتظروا حلقه من هنا ب60 نيله على اليوتيوب بعد قليل، فيها موضوعات كتير قوي الماتش وحاجات كتير قوي. انا مش هخصص ربع ساعه للماتش ده بس لوحده، فانتظروني. السلام عليكم.